النهارده بقى جايه اقول لكم على احلى طريقه ممكن تعملوا بيها الناجتس وفي نفس الوقت تكون وجبه مفيده للاطفال في اللانش بوكس. ده نص كيلو من صدور الفراخ قطعتها مكعبات وحطيت عليها معلقه صغيره من الملح ومعلقتين من تتبيله البانيه الجاهزه ومعلقه من البقسماط وعليها بيضايه. اديتها رشه بسيطه من الفلفل الاسمر وابتديت اضربها في الكبه. واول ما تنعم معاكم خالص بالشكل ده هبتدي احط عليها نص بطاطسايه كبيره مسلوقه او بطاطسايه كامله وسط. اهم حاجه تتاكدوا انكم سالقين البطاطس كويس قوي عشان لما تخلطوها مع الفراخ ما تسيبش اي تكتلات. نيجي بقى لمرحله التشكيل، ودي بقى عندكم فيها حريه الاختيار ان انتوا تعملوها مربعه زي شكل الناجتس العادي او انكم تستخدموا اشكال القطاعات دي ان انتوا تشكلوها زي ما انتوا حابين بالشكل اللي انتوا عايزينه علشان الاطفال برضو يتشجعوا ان هم ياكلوها لما تحطوها لهم في اللانش بوكس. هكون مجهزه طبق مليان بقسماط، واول لما اخلص التقطيع احطها على طول في البقسماط من غير بيض لاننا كده كده حاطين في الخلطه بيض. بالنسبه لي انا بسويها في الاير فراير على برنامج الفراخ اللي هو بيكون درجه حرارته 200، بتقعد تقريبا ربع ساعه. ولو حابين تسووها في الزيت برضو مفيش مشكله. تعالوا بقى اسمعوا صوت القرمشه والطعم اللي مفيش حد هيقاومه لا كبير ولا صغير. بجد طعمها احلى بكتير من الناجتس بتاعت المصانع. يلا جربوها بالطريقه دي وقولوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا سيف للفيديو عشان ترجعوا له بكل سهوله.